كل من يمر بمصر لابد أن يتمصر. مصر للجميع مش للجماعة، لكن فيما يبدو أن الجماعة لا تتقن لغة الجميع. كتبت على الإخوان أن تتمصر لأن مصر لن تتأخون، وهذا ما حدث في 30 يونيو. الشعب كله، مصر كلها، احنا مصر. يعني الفنان علي الحجار يعني قال أغنية انتوا شعب واحنا شعب. أنا معاه، بس الشعب التاني ده اللي بيرهب وبيعنف. لكن في ناس مضحوك عليها كتير قوي، وناس يعني انت شايف يا دكتور لما حد ينفى عقله وتنفى شخصيته ويكون مجرد أداة يحرك. ايه في اعتقادك السبب في الحكايه دي؟ ان دول عباره عن زي الماقص كده، زي العرايس المتحركه باسلاك بيتحركوا بصوابع ايدين خفيه باينه، مش مهم، لكن ايه اللي رابطهم بالاسلاك دي؟ هي حاجه واحده، الابداع والفكر دونت ميكس. أيوة. مع السمع والطاعه. طول ما في سمع وطاعه مفيش ابداع، مفيش فكر. لذلك انا بتحدى الناس على الهوا، حد يقول لي اسم مفكر في جماعة الإخوان، حد يقول لي اسم مثقف في جماعة الإخوان، عايز اسم شاعر كبير، روائي عظيم، فنان تشكيلي، مفيش حد في جماعة الإخوان. لا، دي الحاجات دي حرام. لا، هو يقولوا كده، ده في دينهم هم. إنما احنا الإسلام بتاعنا كذب المؤرخون وكذب كل من قال بأن الدين انتشر بحد السيف. الدين بتاعنا لما جه ينتشر أستاذة شفكي انتشر عن طريق التجار. تقنعنيش بقى انه التاجر ده معاه مجلد البخاري ومسلم وعالم وفقيه في الدين. تصرفاته. الدين المعاملة طبعا، تسامح وعدل ورحمة، هو ده الدين بتاعنا، ده الدين اللي احنا نعرفه. اول مرة نسمع عن الدين ده